اكله جديده بسر جديد منجزه معاكي جدا، سواء ما عندكيش وقت علشان الولاد او علشان شغل البيت او علشان شغلك اصلا بره، هتعمليها في 10 دقايق وفي نفس الوقت حاجه كده تشرفك في اي عزومه. عندي كيلو من السجق الشرقي ويكون من حد موثوق منه، يكون ريحته كده وشكله حلو. عندي هنا حوالي ربع كوبايه من الصويا صوص، شويه بصل حلوين كده جوليان، وعندي كمان ربع كوبايه من دبس الرمان. عندي بقى شويه مستردة ودي اختياري، بس الحقيقه بتودي الموضوع في حته تانية خالص. شويه توم على فلفل حار على طماطم على فلفل بارد، وعندي بقى شويه بهارات مع شويه فلفل اسود وكمان ملح. اول حاجه عندي الطاجن بتاعي هنا، هنزل كده بكل السجق عندي. ممكن اسيبه سليم، ممكن اقطعه اكتر من كده، وممكن يكون كل قطعه نصين زي ما انا عامله كده. وابتدي انزل هنا عندي بالطماطم وبالخضار بتاعي وكمان بالثوم. نيجي بقى هنا للملح والفلفل والبهارات، وادي البصل، شويه بقى من صويا صوص، دبس رمان، وعندي المسترد هنا اختياري بس نصيحه مني ضيفوها عشان بتخلي الموضوع مختلف تماما. ممكن اضيف معلقتين من معجون الطماطم لو انا حابه. نيجي بقى لاهم مرحله، وهي ان انا اقلب كل المكونات دي عندي مع بعض علشان كله ياخد كده من نفس الطعم، البهارات والصوصات اللي عندي. وعايزه اقول لكم بقى حاجه مهمه قوي، مش هنضيف اي سوائل تانية خالص، لانه السوائل اللي عندي هي الصويا وكمان دبس الرمان، وفي نفس الوقت الخضار اللي عندي ده كله هينزل الميه بتاعته. طب مش هنضيف سمنه، مش هنضيف زيت خالص ولا اي حاجه، لان السجق اوريدي اصلا بيكون فيه دهون، فانا هكتفي بالدهون اللي في السجق وبالميه اللي هتنزل عندي من الخضار. مش هنعمل حاجه دلوقتي غير ان احنا ناخد الطاجن ده عندي في الفرن على درجه حراره 200 لمده تلت ساعه. خلص الطاجن بتاعنا بالشكل ده كده. شايفين بقى الشكل، والبصل مش عايزه اقول لكم دايب في الطاجن تماما. ممكن تتقدم على فكره مع مكرونه، ممكن تتقدم مع رز، وممكن زي ما انا بعمل كده نعمل بيها كده ساندوتش كده. مش عايزه اقول لكم بجد حدوته. شايفين شكل السجق فيها كده والبصل، مش عايزه اقول لكم اصلا طعمه مسكر جدا. خلصت اكلتنا اللي بتسد معايا في اي زنقه حرفيا. عملناها في طاجن واحد، وكمان دخلناها الفرن وسويناها في نفس الطاجن، وكمان قدمناها في نفس الطاجن. شويه رز او شويه مكرونه او عيش زي ما انا عملت كده، وهتبقى معاكي احلى اكله. باي باي.